السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب جريد 6 من المنهج الجديد للترم الأول. بنتكلم النهارده بقى عن فيديو الجرامر. بنتكلم النهارده شباب عن الجرامر الخاص بيونت 3. زي ما احنا متفقين بنشرح كل الليسن كل درس في اليونت في فيديو منفصل، وزي ما احنا بنشرح الدروس في فيديوهات منفصلة هنشرح برضو الجرامر في فيديو منفصل. فالنهارده إن شاء الله فيديو النهارده بنتكلم على الجرامر الخاص بيونت 3 من المنهج الجديد. فالجرامر النهارده شباب بيتكلم عن قاعدة حلوة جدا بفرق بين حاجتين، ما بين الكان وكانت وable to. الفرق بينهم يا شباب في الصياغه، الاثنين بيعبروا عن الابيليتي، عن القدره او المقدره او الاستطاعه. انا بقدر اعمل حاجه او ما بقدرش اعملها، او انا قادر اعملها او مش قادر ان انا اعملها. فالنهارده بتكلم عن الابيليتي، المقدره. القاعده النهارده بتاعت كان والنفي بتاعها كانت، وقاعده am واز وار able to والنفي بتاعها بننفي بنوت. طيب تعالوا بينا كده بقى على البورد نشرح القاعده شباب، بعد كده نطبق عليها examples عشان نفهمها كويس. طيب احنا النهارده بنتكلم على الجرامر الخاص بيونت 3 لجريد 6، وبنتكلم على الفرق ما بين كان والنفي بتاعها ايه can't، والفرق ما بين am وis وare able to. خلاص كده يا شباب، دي القاعدة بتاعتنا بتاعت النهاردة. طيب أنا عندي أول حاجة كان يعني يستطيع. طيب والنفي بتاعها can't اللي هي بالصيغة المختصرة أو cannot. خلاص كده يا شباب، can't أو cannot الاتنين دول بجيب بعدهم إيه يا شباب؟ بجيب بعدهم verb مصدر infinitive. خلاص كده يا شباب، يبقى انا لو بقدر اعمل حاجه او ما بقدرش اعمل حاجه سواء كان او كانت بجيب بعدهم فيرب مصدر. طب لو هسال سؤال برضو، لو عندي سؤال برضو هبدا بكان. خلاص كده يا شباب، والسؤال ده بجيب بعديه ايه؟ برضو بجيب بعد كان مصدر. طب فور اكزامبل ناخد كده امثله. هنا بقول I can study well، انا بذاكر كويس، او انا اقدر، انا استطيع، او انا قادر ان انا اذاكر كويس. فانا جبت هنا كان جمله مثبته، جبت بعدها الفعل المصدر study. طيب لو عايز انفي الجمله دي هقول ايه؟ I can't او cannot. I can او cannot study برضو نفس الكلام. فاحنا اتفقنا ان انا عندي دلوقتي can او can't بجيب بعدها verb ايه؟ infinitive مصدر. طيب ايه السؤال بقى؟ هنا لو عايز اسال بقول لك هل انت تقدر كذا؟ هل انت تقدر تذاكر؟ هل انت تقدر تلعب؟ هل فلو هبدا السؤال بكان يا شباب هنا هيكون معناه هل تقدر؟ هل تقدر can you play fast؟ هل انت تقدر تلعب بسرعه؟ يا اما هيقول لي yes او no. هيقول لي yes I can اقدر، او no I can't انا ما اقدرش. فلو جاب لي هنا الاجابه yes I can او no I can't هبدا السؤال بيه يا شباب بكان. طب لو جاب لي سؤال بيعبر عن المقدره والاستطاعه هقول كان وبعديه فيرب ايه؟ مصدر. فانا عندي اول قاعده كان وكانت بجيب بعدهم فيرب ايه يا شباب؟ بجيب بعدهم فيرب infinitive. القاعده الثانيه بتتكلم على able، وable دي يا شباب دي الجوكر. able دي بيجي قبليها حاجه وبيجي بعدها حاجه. able لازم اجيب قبليها am او is او are، وبعدها لازم اجيب to والمصدر. زي ما احنا عارفين to بجيب بعدها فعل. يبقى able دي جوكر. able بتيجي في النص يا شباب، قبليها am واز وار وبعدها to والمصدر. طب am بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الاي. طب is بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الهي والشي والات. طب الار بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الوي واليو والذي. طب النفي بتاعها ايه يا شباب؟ بننفي بكلمة not. I am not. is هتبقى is not او isn't. are هتبقى are not او aren't. خلاص كده يا شباب، ده النفي. خلاص طيب. طب لو هسأل سؤال برضو هبدأ بام او باز او بار. طب ناخد اكزامبل كده عليها. هقول مثلا I am able to come early، انا قادر او انا اقدر اجي بدري. خلاص هنا able جت في النص، جبت قبليها am مع الاي وجبت بعدها to والمصدر. يبقى I am، ما ينفعش اقول I able، لا لازم اقول I am able to. طب لو قلنا he is able to come early نفس الكلام، جبت بعدها ايه؟ جبت قبلها is وبعدها to والمصدر. والنفي نفس الكلام يا شباب. طب لو هسأل سؤال هقول is he able
to come early? Are you able to come early؟ فانا عندي دلوقتي سؤالين، لو السؤال فيه able to هبدا باز او بار، طب لو السؤال بقى فيها فعل مصدر هبدا بايه؟ بكان. خلاص كده يا شباب، وده الفرق ما بين القاعده ما بين كان وكانت وبعدهم فيرب مصدر، والفرق ما بين able to بجيب قبليها am واز وار وبعديها فيرب مصدر. يلا نحل مع بعض على البورد عشان نفهمها اكتر ونتدرب عليها. طيب يلا بينا يا شباب نشوف بقى تدريب على القاعدة دي، وجايب لكم هنا examples نحلها مع بعض عشان نفهم القاعدة اكتر ونتدرب عليها. طيب اول حاجة هنا جايب لي هنا الجمل الاس بي، واس بي دي يا شباب يعني من الستودنت بوك، من كتاب المدرسة، فجمل مهمة. طيب نبدأ مع بعض. هنا بيجيب لي السؤال ده ما بين قوسين وانا صح الخطأ، ده سؤال بيجي جملتين في الامتحان. اول جملة بيقول لي she not can walk to school. في حاجة اسمها not can ولا can not؟ ممكن اخليها يا شباب can not او ممكن اخليها برضو ايه can't، الاتنين صح. يبقى بدل ما هي not can هتبقى ايه can not، او ممكن اخليها ايه can. she can not او she can't walk وجي بعدها فيرب مصدر اهو. طيب I am able، احنا اتفقنا ان able بجيب قبلها am او اذا are وبعدها to المصدر. في حاجه اسمها I am able ولا I am able to؟ هي ناقصه هنا حرف الجر ايه to، فاقول able I am able to، ناقصه هنا to وجي بعدها الفيرب مصدر اهو، يبقى I am able to. خلاص كده. طيب do they do the research؟ هل هم عملوا الريسيرش؟ هنا بيقول لي yes they can، طالما الاجابه فيها كان يبقى انا هبدا بيها يا شباب بدل do اخليها ايه can they do، وهنا جه بعدها برضو فيرب مصدر. طيب I can اتفقنا ان كان بجيب بعدها فعل مصدر، فالمصدر ان انا هحذف الاي ان جي وبدل ما هي playing هتبقى ايه play. طيب كان شي هنا سؤال، واتفقنا برضو ان كان في السؤال بجيب بعدها فيرب مصدر، فبدل ما هي plays هتبقى ايه هحذف الاس واخليها ايه play. يبقى كان في الجمله او في السؤال او حتى في النفي بعدهم فيرب ايه infinitive مصدر. طيب هنا بيقول لي do you able to swim؟ انا عندي هنا able to يا شباب، واتفقت ان able to بجيب قبليها يا ايه يا am يا is يا are. طب ده سؤال، السؤال هبدا بام او باز وار. طب يو بتاخد ايه يا شباب؟ يو بتاخد ار، يبقى انا هبدا بدل do هتبقى are you able to والفعل المصدر swim. are you able to swim؟ طيب what can you did؟ احنا اتفقنا ان كان في جمله او في سؤال بجيب بعدها فيرب مصدر، يبقى المصدر من did ايه؟ انا عندي هنا do، يبقى what can you do in your free time؟ طيب she is able plays، احنا اتفقنا ان able بجيب قبلها am و is و are وبعدها to المصدر. في حاجه اسمها she is able plays ولا she is able to play؟ بدل ما هي plays هنخليها ايه to play، يبقى she is able to play. طيب هنا عندي سؤال بيقول لي can they able to clean the garden؟ هنا عندي able to، واتفقنا ان able to بجيب قبلها am يا is يا are. طب they بقى في السؤال هتاخد ايه؟ هتاخد are، يبقى بدل ما هي كان هتبقى are they able to clean the garden؟ طيب neither can't spoke English well، هنا اتفقنا ان كان وكانت بجيب بعدها verb مصدر، فبدل ما هي spoke هجيب المصدر منها ان هي ايه speak، يبقى neither can speak English well. طيب ريما ندى هنا able to، هنا able to جبت بعدها verb مصدر. طب هنا بقى هنا ريم وندى ينفع ياخدوا از؟ لا، هنا ريم وندى جمع، فالجمع بياخد ايه are. طب لو كان قال لي ندى بس كده هتبقى از، طب ريم بس هتبقى از، لكن ريم وندى are عشان جمع. طيب هنا من كتاب المدرسه they clean the room today. هنا عندي سؤال يا شباب خلاص، وعندي هنا سؤال فيه فعل مصدر، فالسؤال هنا بياخد ايه؟ هياخد able to ولا كان؟ لا هياخد كان، يبقى اقول can they clean the room today. ليه قلت كان؟ عشان عندي هنا فعل مصدر. هل هم يقدروا ينظفوا الغرفه النهارده؟ السؤال فيه سؤال عن المقدره، هل هم يقدروا ينظفوا الاوضه النهارده ولا لا؟ يبقى كان. طيب my parents بابا وماما can't help the environment، مش قادرين يساعدوا في المجتمع، they are very helpful. هنا بيقول لي هم ايه؟ ناس helpful، يبقى هم مش هيقدروا ازاي؟ لا العكس بقى، بدل ما هي كانت هنخليها ايه؟ هنخليها كان. ايه اللي خلاني اعملها كان يا شباب؟ ان انا قرات الجمله للاخر وفهمت المعنى، الناس دي ناس helpful فبالتالي هيقدروا يساعدوا can help مش كان. خلاص، فاهم حاجه يا شباب ان انا اقرا الجمله للاخر عشان اقدر احدد وافهم معنى الجمله، فبناء عليه هقدر احل واستخدم يا كان يا كانت او able to والمصدر. وده الفرق ما بينهم يا شباب والاستخدام بتاعهم، واقدر افرق كويس جدا ان able لازم
لازم اجيب قبليها ام او از او ار وبعديها تو المصدر، وكانت لازم اجيب بعدهم فيرب مصدر. بالتوفيق يا شباب، اتمنى تكون القاعده سهله وواضحه ومفهومه. اشوفكم على خير مع باقي فيديوهات الجرامر. انا احمد صار and thank you so much.